إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا من أنبيائه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أحبهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحوات، مجرشا جزي أب أصحاب القرية أب سورة ياسين زلا ودئنا حج خانئي ناب نبي الله موسى عليه السلام كنأتو إنا مالتيو. نبي الله موسى طبعا مبل 15 نبي إنا حجي كام نجمر كاب آدم جميرنا مبل 15 نبي نحن قصة نهاتون قلت لنا. طبعا نبي الله موسى عليه السلام بتاع من وحي نهاتو تاريخ درجة ناب 8 قلن قص زحزت ياتنهاتو قصة، ስለዚህ ነው ወሕዋን ክንጓዓዚና በሐንሳ ማለትዩ። ካልኣይ ከኣነ ካብቶም ሓሙሽተ ኡሉል ዓዝም ዝበሃሉ ምዃኑ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ከዘኻኽረኩም ይደሊ። ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፆም ነይሮም መን እዮም ቶም ኡሉል ዓዝም ዝበሃሉ ወንምንታይ እዮም ኡሉል ዓዝም ተባሂሎም ሕጂ ከዓ ቁርብትለይ ከዘክረኩም እየ ማለትዩ። እዚ ሕቶ እዚ ተሓቲቱ ሸኽ ሳልሕ ብን ፈውዛን ገሊፅዎ ማለትዩ። سؤال هل صحيح أن بعد الأنبياء ليس من أولي العزم؟ ولماذا إن كان ذلك صحيحا ما معنى هذه الكلمة؟ من هم أولي العزم؟ ولماذا وصفوا بهذا الوصف؟ إذا حتى زي تحاتيتو مالتيو وتم أنبياء سي كلاتهم ديهم أولي العزم ولا قليهم ديهم أولي العزم زبهالو نمنتا إن دحر تخكل كوينو خاء انتاي مالتيو أولي العزم معنو نمنتا بخمسة عين التقليد أمزم أنبياء زي إلو تحاتيتو اتي ملسخة انتاي لملسو مالتيو. العزم معناه القوة والثبات، والعزم في أمر الله، في الأمر. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم حجي انتاي مالتيو أولو العزم خبها الكله. عزم مالت يعني معناته قوة والثبات، حدث حيا الكوينو قط زبالة أفتي امنتو أفتي حق مالتيو، والثبات والعزم في الأمر لله، يعني في الأمر لله. عزم خانتاي مالتيو ترجمو كمتين الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوه القرآن فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. بسورة الأحقاف 3 لما اشتد أذى الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه وسلم طبعا مستشجر مالتيو بزح سقاي مسوردون السن أصحابون أمره الله بالصبر. رب العالمين عزيزه صبر خجبر والتحمل كحمل كم زلوه خيل كم زلوه قديتها مالتي، وانتظار الفرج فرج كأخذ رب قتصبر لوه. نمنتهي اقتداء بإخوانه من أولي العزم من الرسل، بتم قد محجة أنبياتات أحواته اقرام تختلوا نوع مسيلو تم أولي العزم زنبرو صبرهم أنك جبر لوه. أما من هم أولي العزم؟ من يوم نساتهم كأتم أولي العزم زبهال زلو. سلازي أولي العزم مالت تردينا لمالتي وحدث شجر كوز حقله، يعني أبهلان تاي مالتي زوم حمش تزي أمسي زخبة حلاف إن التواهبوا بنيرم كبهالي خلنا أبنت إزجاز زبازح الشجر متسوى مالتي. زوم أنبياء زيوم كأمن يوم حادي نوح عليه السلام، كالأي إبراهيم عليه السلام، سالساي موسى عليه السلام، رابعي عيسى عليه السلام، وحمشاي كأم محمد صلى الله عليه وسلم. زيوم حمش تزيوم أولو العزم يبهلو. سلازي توم 20 4 عندهم القرآن تذكرهم 20 زيهم حمشت اندحر انت اشمو خوينهم مالتهم أولو العزم تخوينهم توم ترف كافت 4 أولو العزم أيكونون مالتهم. سلازي أبسورة الأحزاب زي الله سبحانه وتعالى انت يلو قلت لنا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أبزا آيازي الله سبحانه وتعالى ذكروا مالتيو. وإذ أخذنا
وإذا أخذنا من النبيين كفتم كالوت أنبياء ميثاقهم ومنك خبخا خاني بعلمن يمساتهم نوح إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بسورة الأحزاب آية شوعته. وفي قوله تعالى أيضا تايلو شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وأن أقيموا الدين بسورة الشورى مالتي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين الشورى آية 16. هؤلاء الخمسة المذكورين في هاتين الآيتين الكريمتين قال كثير من المفسرين إنهم من أولي العزم. أبزن كلتا آية زيهم تذكرا زلوا مبزحتم علماء لهم زيهم يوم ومفسرين انتهي لهم زيهم يوم تم أولي العزم أن الرسل كلهم قال لهم انتهي لهم قال مفسرين كلهم أنبياتات أولي العزم يوم لهم مالت لأنه أب علماء تفالا لي نتبتات تفالا لي الرأي اللي إتي أغلب إتي زبزح زبلو إيخات وسد مالتي من قوله تعالى من الرسل سلازبالي كابتهم أنبياء كابتهم رسل زيهم أولي العزم وليست يعني إتي أمين مالتي ليست تبعيضية ومنهم من يرى أن أولي العزم أكثر من هؤلاء قال لهم علماء أخا أنتي لهم كابزم حمشت نلع عليهم أولي العزم لهم وليس كل رسل من أولي العزم ولكنهم أكثر من هؤلاء الخمسة لهم. والأقوال المذكورة في كتب التفسير والله أعلم إلو ملسوا نزحوا التوزيع مالتي. سلازي نقر من قدنا أولو العزم من مخانم قليسنا لنا سلازي حجينا موسى خنقتو إنا مالتيو موسى أحد خفتم أولو العزم مالتيو. موسى عليه السلام يعني طبعا قصة موسى بحفشقه درجة زيت الزرولو نتبتات يلن أبني قصة موسى عليه السلام يعني أبناء شنخ ناي حبرة سب درجة بمنتاي زي تزربوا له خبها لا يكيلني كاب لعلي جميركا خاب أمرا رحم من قست جميركا سقاب تارا هزبي زولو كونتات قليس مالتيو تفالا لي يعني أب قصة موسى سي كندي قصص اللوان بعلا يعني بزح زحازتها مالتيو. قصة موسى عليه السلام مذكورة في القرآن الكريم أكثر من 73 موضع يعني أب 7 سلستن بوتا أب قرآن تذكروا ناي موسى عليه السلام حسبوا أب 7 سلستن ولذلك انتهي بلولو زي قصص الأنبياء زقلت مالتيو أبزي متصحف تصحيف زولو طارق سويداني طبعا قدم أب تيفي قليت ودحري تصحيفهم مالتيهم انتايلو كانت هناك مشقة في الحقيقة في جمعها وترتيبها حيث أن الذين كتبوا هذه القصة لم يرتبوها بالترتيب الصحيح إلو إذا قصة زي أنا سيدنا موسى كنبب كله خسي بتعمل تشجيري نخأكبو تي سأري بزعبو حقي كمتس مالتي بتعمي تشجيري نمنتاي بترتيب ويدمان إيه انت بهال بترتيب مالتي يعني بمسرع يكونن اتناها تقصى نيرون تايدا تفلا لي بوتا مالتي سلازي انتي غير مالتي ودحراي كأني كافت اتحق زخونه تاريخ نخوت مهنياتو قدم مفسرين انتي تقوم نيروم إسرائيليات زبهال نجر الله إسرائيليات كأني زوم بني إسرائيل نهاتهم قصة خفتنا هايمانوتهم زحكيو وتم مفسرين ويحكي توقليو سلازي قالوا ايو فلوت ايوتهم علماء طبعا يصريوا ازي اسرائيليات ينبر دحر سند زي بلون دحر زقلص زي كون مرقص زي بلو مالت تخكل كابي كم زمص ز حديث زي فلطوا الحمد لله بسلمنا اتم علماء كله اقميطهم يوم اسرائيليات نبينو اتي حديث حسوت زخونه نبينو اتي رسول الله عليه زي بولو زربان نبينو تضعيف زخونه نبينو صحيح زخونه نبينو حسن زخونه كله سلاز تقمطه الحمد لله طراي سب كدل يالو مالتي تحقيقه سلازي انتايلو مالتيو كابتي إسرائيليات بزح قصاتات نيرو أصريه أو تيو نمنتاي نفتي كتاب الله سبحانه وتعالى ونفتي حديث صحيح زخونة تملي سيلو مالت لأنه اندحر نايب حق تقصة خنرداء خوينا ناب قرآن كن ملا سلنا يلو ونفهم القرآن كما يريد الله تعالى منا. لقد حرصت في هذه القصص أن أربطها بكتاب الله لأنه هو المرجع الأصيل وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سلازي أنا بتخيل متأنى بقرآني
كتححزو فتينا نمنتاي قندي اتقصى بقرآن سلازلو قرآننا نحن نردأ زلنا لأنه قرآن كل حق زخونه جيجا زي بلو باطل زي بلو بمن بوتا يعني قرآن كلام الله سبحانه وتعالى حق زخونه زي يغير ناوخ من لسلنا كل جزء مالتي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والرد بالقرآن أيضا هو هدف آخر ذلك أنه مطلوب منا أن لا نهجر القرآن قرآن نخاب قرآن كأخب لزدلوخن من تاي نحنا قرآن كن من لسلنا قرآن كن رحق يبلنا كن هاجر يبلنا كل جزء كن قرأ لنا أن نقرأ القرآن ونعيش مع القرآن في حياتنا إتقندي بزح مقرأ ويقلتف كمقرأ زي كونسي إتو قرآن قرئنا استردئنا عب هيوتنا خنوعلو إتهادف تقندي أن نقرأ القرآن ونعيش مع القرآن في حياتنا يعني القرآن نقرأ وحفظنا يو عب هيوتنا زي الرأي تخوينو انتي ترجم الله ولا حن ترجم يبلون يعني حدا سب يمكن كافتن قرآن زفلتن تن زفلتن أب تكبر أب هيوتو خوعلن كل 100 جزء حيش كم 100 جزء دقار أجن أب هيوتو زيرو ولا حن تيرأين ترجم زيه بندحر كوينو ولا حن تيبلون سلازي القرآن ينقرأ مالت أجر له طبعا القرآن مقرأ أجر له تحفظه أجر له كل زي طبعا سبك خدي كيلنيو لكن تقند هدف قرآن زمان سجن أب هيوتنا أب تكبر نخرئه لأنه لما عائشة حتى تكلم زعبار الرسول صلى الله عليه وسلم تايلا كان قرآنا يمشي يعني القرآن يكون بقرز خيد نيرو الرسول صلى الله عليه وسلم أبتكبر سلزو على هيبته يعني قرآن سي أبهيوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأجر داخل الرأي نيرو يعني القرآن سي كأنه بأجر على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني كل نجرب القرآن سلزنا بره أي واحد زقربه فتاوي إيديو تلاقي إيديو حق أن يسب مخانو تخكلن يسب مخانو يفلت أنير مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم لمنتاي بقرآن بتقرآن زبولة سلازة خيد مالتي هيوتو بقرآن تترجمه مالتي ولذلك نحن قرآن مقروء لنا كلام الله سبحانه وتعالى نتو قرآن نيرب خنردو أخاني ناي هيوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل من الله سلنا لأنه خنرد أين خلنه إلا لذلك أن نقرأ القرآن ونعيش مع القرآن في حياتنا ولنعيش الحق مع القرآن ليس بكثرة القراءة وسرعة القراءة وإنما هي بالتدبر كما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن بسورة النساء الله سبحانه وتعالى انتايلو أفلا يتدبرون القرآن سلازي إن تدبر مالتك يعني بزعبو اختفل تفسيره ترجمه حكمه انتايو تايز دل زلز قرآن كابين تاي قبر تاي حلالون تاي حرامو تاي مكروه إزدات نحر فريتنا إلى تدبر القرآن سبحان الله يعني عجيب زخونك تقرأ خلها تنبرو خلها إنبر كالة والحنتي مالتي يكونن ندحر زين ترجمه خينا بهوتنا قرآن تقرأ إنه عينا خان دحر التاريخ نازل لنا الأمة الإسلامية بمولى أمة إسلامية دحر كل سب تاريخ نازل قرآن بدحريت سلزو قبرته قرآن بقدمتنا سلزي قبرنايو قرآن بلبنا في هوتنا سلزي رأنايو نحنا دحر كل سب لنا حجي كل سب قدميته له إلا نحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدم كله خنكون زقبعنا دحر كل سب تاريخ نازل لنا مالتي لمنتي أبتكبرنا زي الرئيس لزخونه أبزربات رئيس لزخونه السويت شجرنا مالتي وسورة التدبر والتفكر فإذا كنت تقرأ ولا تفهم فكيف تتدبر هذا سبك عند القرآن قرئ زير ده عند القرآن خاني كما يجري تدبركم تدبركم يعني كتم مرامر كلها تحسب كلها تدبر كتجبر كلها يعني سبحان الله يعني كم حساب عبي زبالي تدبر مالت سلازين دحرت القرآن ترجم زي تردأك كم يجر كاخد دبر تخيل كم يجر كاس تكتب مرامر تخيل كم يجر كاس يا الله سبحان الذي خلق الكاس تعجب كم يجرس أوشت خاطي خيل سلازي بتأعمي تزفلت كأنها زي فلت كفلت الله لذلك كن دردأت خوينا كن دبر ندحر خوينا كن فلت لنا ترجم ناي معنا ناي قرآن مالتي ولذلك إلو مالتي مؤلف حرصت أن أربط هذه القصص وقصة موسى بالذات بكتاب الله عز وجل لنفهمهما من القرآن ونفهم القرآن بها يقول الله سبحانه وتعالى إلو يعني إذا قصص الأنبياء كلنا بقرآن مليسيو بتي نتقصخ نردؤه بتقرآن نتقصخ نردؤه يعني ونفهم القرآن بها يعني بقرآن كأبو بتقصص الأنبياء كنردؤه معنا مالتي بسورة القصص كاب حدث قاب كلتخ الله سبحانه وتعالى انتايلو
طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلوها عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نتلوها عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله سبحانه وتعالى فهذه الآيات فيها موعظة وذكرى للمؤمنين وفيها إنذار ووعيد للفاسقين المنحرفين على منهج الله عز وجل. فهو نبي كريم خالص لله، يعني خالص عز وجل، كليم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. يعني الله سبحانه وتعالى زي نبي زي أزنها تقصخ موعظة له مذكر له نمن نتم مؤمنين متأنق خالو نمن نتم فاسقين مالت زيهم يعني فساد زقبروا منحرفين كم من قد زوجوا هذا فاسق زبهل يعني حمق صراح زقبر مالتي فاسق يعني كل حمق أنا قلت بلو فاسق فسقي أتو مالتي هذا سب فسق زبهل حمق صراح حمق تكبر إكي تكبر كون كله مالتي منحرفين كأخفت منهجنا ربي زوجوا من قدهم زطفهم زيهم هلولو نافتن زبلو مالتي منحرف يعني أبتخكل من قد لخيلو لكن منحرف زخونه مالتيو عن منهج الله كافتنا يربي وطيو يتخبط نافتن زبل مالتيو زيهم موعظة نزياتهم نت مؤمن موعظة نعاتهم كأم متأنقق إنذار متأنقق مالت. فهو نبي كريم إذا نبي زخاء كريم زخونه نبيه كليم الله بس رب تزارب خاني كليم الله يبهل كليم الله من تتباهله موسى عليه السلام كنفلت بس رب تزاربه. والله سبحانه وتعالى انتهى أب سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه يعني كان مخلصا. هذا اسم الله عز وجل ليس يعني الله سبحانه وتعالى شو مزي بقللوا نمان ما يهابون يعني إذا شو مزي الله سبحانه وتعالى زقول تزله بزعبة موسى يعني كان خالصا مخلصا يعني ناي ربي خالص ينيروز نبيزي يعني الشيطان فتصم عدل يبلون بموسى مالتيو مخلصا وكان رسولا نبيا رسول النبي نيرو مالتي. سلازي موسى خنفالت ينتخونا مني مالتي موسى ابن عمران ابن قاهات ابن لاوي ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام فليس بينه وبين يعقوب مسافة طويلة. وكان كما وصفه الله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج وأما موسى فآدم يعني أسمر مالته سلازي شديد السمرة يعني أسود آدم جسيم ضخم جدا وكان يعني في منتهى القوة حتى يقولون كان بقوة 10 رجال عليه السلام. وكان من صفاته كذلك كأن فيه حبسة في كلامه مثل التأتأة ولفحة يقول الله عز وجل على لسان فرعون. أب سورة الزخرف مالتيو أب سورة الزخرف انتايلو أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أب الزخرف آية 5 كلتن سورة الزخرف 5 كلتن ولذلك انتايلو مالتيو موسى مالت ود مني ود عمرانيو ود قهات ود لاوي ود يعقوب ود إبراهيم عليه السلام. سلازي أمونغو يعقوب سي نوح بوتا أيكونن زلو مالتيو يعني موسى ود عمران ود قهات ود لاوي ود يعقوب يعني مبل حادك كلتا مبل رابعي أبا حقو مالتيو عمران أبويو دحريو قهات أبا حقو يخونا له لاوي خان قهات أبو دحريو يعقوب كأنين لاوي سقامت أرشتا إبراهيم مالتيو دحار كأيلو خمتي الرسول صلى الله عليه وسلم أب معراج إسراء والمعراج من العلن السماء مستسقله رسول صلى الله عليه وسلم مالتيو بزعبو انتايلو قليسو نموسى نخلهم أنبياء رخيبهم نيرو طبعا نموسى مصرخبون تايلو في حديث المعراج. وأما موسى يلو فآدم يعني أسمر يعني موسى تسلمي نيرو شديد السمرة بتعمي تسلمي نيرو يعني أسود يعني تسلم نيرو بتعمي مالتيو كم زي تسلم بقى آدم دحريو آدم عليه السلام كأخو متسلمي نيرو بتعمي قجفي نيرو دخمي نيرو حيالي نيرو اتنهاتو حيلنا آدم عليه السلام كأدرقا عسرت سوء حيلي نيرو بقوة 10 رجال دحر كأنا يزوم نايلهم سبعي زي كونه نايك أدمتهم عبيتهم
يعني بتعم جفت زنبرو ناتهم حيلي إمبر نايز حجي سبأي وجايبلون يعني مقارنة أي كونني مخناتو نايتهم قد محجي زنبرو ندحر إخومو ناي سيدنا إبراهيم أجرو أب مكة تنهاتو أثر زلو نعوق تريو خلخا طبعا يردأك خسقاب كندينا يوم جفت نيرون مالتهم سلازي آدم عليه السلام كم نيرو مالتي سلازي موسى خاني لك أخو متألمي نيرو خم آدم عليه السلام قاليت أود حر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة 10 رجال عليه السلام وكان من صفاته أيضا آدم عليه السلام كأن إيك الزارب كله يعني قربت لي تأنيرو كم زي حدث جاء أنداب لخ الزارب كله يعني بطلاقة زي يكون الزارب سي أمونجو اسر زبلو الزارب وكم عينتي نيرو مالتيو تأتأ ولفخا يقول الله عز وجل أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين بسورة الزخرف لما يتكلم أحيانا يحبس لكن ما منعه ذلك من أن يكون نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل وفي الآية الأخرى لذلك ده حرك كنا يقال سألنا موسى عليه السلام لك أخمي نيرو مالتيو كم آدم عليه السلام يعني يعني حيال نيرو ولكن اتي الزارباسي كم زي بطلاقة يعني بقللوا أي مسألة نيرو مالتي تزاربا طبعا آدم كم حيال نيرو وموسى عليه السلام كم نيرو وزي زربا زي تأخ أني موسى عليه السلام نيرو مالتيو لأنه آية قلت وزلو فرعون يخم إلو فرعون انتايلو أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني إني موسى عليه السلام قم إلو ومالت لم يعني كزاربون كلسي يا أبيو زاربا يعني تقع مقائب المالتيو لكنه لم يمنعه إذا نبي زقن ولا قام بزراب بطلاق أي زارب بري نبي مخانو رسول مخانو أي كالكولوني مالتيو ودما خفتم حموشته أولو العزم تبهلو حدا خبأتهم كوينو موسى عليه السلام كوينو تلاقيخو مالتيو وده حالي انتايلو أبكال آية خانئي أب القصص مالتيو انتايلو حاتيتو مالتيو موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون وأخي هارون هو أفصح مني لمالتيو أفصح مني لسانا ثلاثة أربعة بسورة القصص فما كان بقوة طلاقة اللسان ولذلك استعان بهارون عليه السلام وسنرى هذا لما نأتي لتفصيل هذه القصة لبني إسرائيل طبعا انتايلو حتيتو مالتيو موسى عليه السلام حاو هارون نيرو مالتيو نبي يسون إلو يعني حاويسي كابين لعلي زربا زخئل زربا خزاربي خئل مالتي أفصح مني لسانا أنه حدث دعوة قبر كله طبعا ما الاختنيا خون كله ناي جدا زربا يعني خئلت زربا يدليعيو ولذلك يعني سبحان الله موسى عليه السلام منتي أنا ندهله خمان يبلن اتي خئلت كل باب خئلته متقامم يرئيكا حتى أنبياء أخي ترفه انتاي له حتيتو حوي هارون سي كاباي نلعلي كئلت زربا اللوو نسو مسؤ حقا زي كونوا نعون خمت رب العالمين حتيتو يعني فما كان بقوة طلاقة اللسان ولذلك استعان نسو ملحس كئلت زربا طلاقة سلزي نبرو نحاو كنخ حقو زحتيتو مالتيو وزي طبعا أفتي تفصيل أفتي قصة نمت أخمت مالتيو بني إسرائيل قلنا هو يعقوب عليه السلام إسرائيل طبعا سيدنا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام إسرائيل بهال نيرو لنا قدم حجون قال إسنانا ناي قصة موسى عليه عفوا قصة يوسف عليه السلام كان قلص كلنا يعقوب إسرائيل وين يبهالو يعقوب هاجروا من فلسطين إلى مصر كاب فلسطين مصر خيدون في زمن يوسف عليه السلام ولما ذكرنا قصة يوسف عليه السلام في آخرها آوى إليه أبويه وخروا له سجدا فجاء يعقوب وزوجته وأبناءه وهاجروا إلى يوسف حيث كان يوسف متحكم في مصر وعاشوا هناك يقول المؤرخون دخلوا مصر وتعدادهم 86 شخص لما دخلوا مصر وتناسلوا وتكاثروا ولما خرج بهم موسى عليه السلام كانوا 600 ألف
يعني اندحر تذكروا خونكم مجمريا أب إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام كم شمو هاجروا مالت كاب فلسطين مصر مسكدة يوسف عليه السلام كلهم مسكدوا أمتصوا أبوي وبيتسبكم يلومش نام مصر أتيوم دحريو أبو أديو كلهم سجدوا ملون يوسف عليه السلام دحريو أو تقميت مالتيوم أو مستقموا تخمت خلونا بمصر خأتوا خلوا 86 سبعة رأيهم نيرهم لكن طبعا እዚኦም أو تناسيلهم مالتي تواليدهم بزحات سبات كوينهم كوتصو خلو دحري أفت متقرشتها مس موسى عليه السلام كوتصو خلو جن درجة 600 شح سب وتصيهم مالتيهم سلازي تبازيحهم تفاريهم أب مصري مالتيهم أبتي فرعون زنبرلو وتكاثروا لما خرج به موسى عليه السلام كانوا 600 ألف فصاروا كثرة هذا كله بعد يوسف عليه السلام وكان الملك في زمن يوسف فرعون كلمة فرعون لقب مثل قيصر ومثل كسرى ومثل النجاشي كل من يحكم الحبشة يسمى النجاشي وكان من يحكم روما والقسطنطينية يسمى قيصر وكل من يحكم الفرس يسمى كسرى وكل من يحكم مصر كان يسمى فرعون وفي ذلك الزمان ففرعون مصر في زمن يوسف عليه السلام كان الريان ابن الوليد وكان ترك الأمر ليوسف عليه السلام وكان يكرم يوسف ويعرف أن يوسف ليس على دينه تارك الأمور لحكمة يوسف يعني أنقذ البلاد من المجاعة ومن الهلاك حجي انتهينا حجي نرد زلنا بزي فرعون كبها كله نأبنتي يوسف عليه السلام أب مصر كله اتزنبر نجوس شعوب فرعوني نيرسو خماني حجي اتقوم تفعل لي عدتات نتوم نجوسات تفعل لي شو يبوهم نيرهم أب على مصر زنبر فرعوني بحال نيرو زخونا نجوس زمت فرعوني زبحال أب على انتأشمو أب نجاشي نأبنت زبحال أب على الحبشة زخونا نجوس زمت نجاشي زبحال نيرو يسمى النجاشي أب على الروم كأني ومن يحكم روما القسطنطينية كيسمى قيصر أبزي الروم كأبزم عد صعدوا زنبرفتو وانت مالتيو قيصر يبهل مالتيو أبع الفرس كأني كسرى يبهل وكل من يحكم مصر كان يسمى فرعون سلزي فرعون كبهل كله حدث فرعوني مثلنا جن أيقونا زخون فتوان زنبر أبع الجبسي زمت نجوس فرعوني زبهل نيرو أبع الحبشة زخون نجوس مت نجاسي مالتيو نجاسي بتقرني حجي نجاسي مالتيو نجوس مالتيو سلازي أبتفعل عليه بوتا تفعل عليه شومي وهاب نيرو سلازي حجي نحنا إذا فرعون زي أب موسى زمن زلو فرعون أب يوسف زنبرة أيقونا ولذلك بخمسة عينة أسماتهم نابنت زي ناي فرعون ناي يوسف عليه السلام زنبرة من يبهل نيرو شو مالتي كان الريان ابن الوليد يبهل نيرو بملو خناتات يوسف قد يفلو السو نتعدي كابت أمية دحين مالتي سلازي أبزت أتوكنا بلينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير والسلام إذا قداميتي بارت مالتي أنا موسى عليه السلام أبتي أخل إتيار خبرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته